السلام عليكم ومرحبا بكم أصدقائي في حلقة جديدة. اليوم غنهضروا على المباراة اللي عاشها الجمهور المغربي كامل بشغف كبير، مباراة مبع نهائي كأس العرب بين المغرب وسوريا اللي سالت بفوز مهم وغالي للمنتخب المغربي بنتيجة 1-0 في مواجهة صعيبة بالزاف من حيث الضغط والتكتيك والندية، ولكن المنتخب المغربي قدر يحسم الأمور ويتأهل بجدارة واستحقاق لنصف النهائي. من بداية المباراة بان المغرب واضح في نيته، باغي يسجل بدري ويتحكم في الإيقاع، ودخل اللاعبون بضغط عالي على دفاع سوريا باش يربحوا الكرة بسرعة، ولكن المنتخب السوري ما كانش ساهل، دار تنظيم دفاعي محكم وسد بالزاف ديال المساحات، وهذا شي صعب على المغرب يوصل بسهولة للمرمى في الدقائق الأولى. وبينت المباراة باللي سوريا جاية مركزة وباغية تفاجئ المغرب عبر الهجمات المرتدة. أول فرصة خطيرة كانت من الجهة اليمنى، واحد القميص ديال المغرب رفع كرة عرضية خطيرة، ولكن الدفاع السوري دخل في آخر لحظة، وهنا بان باللي المنتخب السوري حاضر ذهنيا وما غديش يخلي المساحات بسهولة. المنتخب المغربي بقى محافظ على الكرة، كيدور اللعب من اليسار لليمين باش يجر الخصم ويصايب الثغرات، ولكن الهدف ما جاء حتى لمنتصف الشوط الأول من هجمة مركبة بدأت من وسط الميدان بكرة مخدومة وتمريرات قصيرة وسريعة، واللاعب المغربي يطلق تسديدة مركزة من خارج المنطقة دخلت في الشباك بطريقة رائعة وأعطت الأفضلية للمغرب 1-0. من بعد الهدف المنتخب المغربي بدأ يلعب بثقة أكثر وسيطر على المباراة، ولكن المنتخب السوري بقى خطير في الهجمات السريعة، كانوا يوصلوا مرة لمنطقة العمليات، ولكن الدفاع المغربي كان واقف في مستواه خصوصا في الكرات الهوائية، والتغطية كانت ممتازة. الشوط الثاني بدأ بنفس الروح، المغرب حاول يسجل الثاني باش يحسم الأمور، خصوصا وإن سوريا بقت تضغط وتدير محاولات باش ترجع في المباراة. كانت واحد الفرصة خطيرة ديال سوريا في الدقيقة 55 من هجمة مرتدة، ولكن الحارس المغربي اتصدى ليها بشكل ممتاز وأنقذ الفريق من هدف كان ممكن يقلب المواجهة. ومع مرور الوقت كيبان باللي المنتخب المغربي لعب بعقلانية كبيرة، عرف كيفاش يبرد اللعب في الأوقات اللي كان فيها الخصم باغي يضغط، وعرف كيفاش يرفع الإيقاع باللي كيكون قريب من منطقة سوريا. والمدرب دار تغييرات ذكية، دخل لاعبين عطوا نفس جديد وسط الميدان وحافظوا على التحكم في الكرة حتى سالات الدقائق الأخيرة من اللقاء. وفي اللحظات الحاسمة المنتخب السوري حاول بكل الطرق يرجع في المباراة، ولكن الصلابة الدفاعية ديال المغرب كانت هي الفارق، خط الوسط كان كيساند الدفاع والأطراف كانوا كيسدوا الممرات، وبهذا الطريقة قدر الفريق يحافظ على النتيجة حتى صافرة النهاية. فوز مهم وغالي، وماشي غير فوز ولكن رسالة باللي المغرب غادي بقوة في هذا الدورة ومنافس حقيقي على اللقب. داب المنتخب المغربي اتأهل رسميا لنصف النهائي، والجمهور كامل متحمس يشوف شنو غادي يدير الفريق في المواجهة الجاية، خصوصا ان المستوى كيبشر بالخير والأداء كي تطور مباراة بعد مباراة. كتبوا لي آئكم في التعليقات، شنو كان أكثر لحظة شدتكم في المباراة، وشنو توقعاتكم لنصف النهائي، وأش المغرب قادر يكمل حتى للنهائي. وما تنسوش دعمي، ديروا لايك للفيديو وخليه تعليق وتبرتجيوه مع أصحابكم، وإذا كنت أول مرة كتفرج في القناة مرحبا بيك، اشترك ودير الجرس باش توصلك جميع الفيديوهات المقبلة. شكرا بزاف على المتابعة، ونشوفكم في فيديو آخر إن شاء الله.